معركة أقليش أو معركة الكنتة السبعة هي معركة وقعت يوم الجمعة 16 شوال 501 هجري الموافق ل 29 مايو 1108 ميلادي في إسبانيا بالأندلس بحصن قلعة أقليش بين جيش المرابطين المغاربة بقيادة القائد المرابطي تميم بن يوسف ومحمد بن عائشة ومحمد بن فاطمة ومحمد بن رمق ضد قوة مملكة قشتال والتحالف الأوروبي الصليبي بقيادة القائد القشتالي البرهنس بصحبة ولي العهد الأمير سانشو ابن ألفونسو السادس ملك قشتالة، وعدد من الكنتة أبرزهم غارسيا أردونيث كوانت قبرة ومربي ولي العهد. وقد قدر ابن أبي زرع الفاسي عدد قتلى القشتاليين لأكثر من 23 ألف أبرزهم ولي العهد ومربيه والكنتات السبعة، وانتهت المعركة بانتصار عظيم للمرابطين المغاربة المسلمين ضد القشتاليين وتحالفهم الصليبي الأوروبي.